لو انت شاب وبتحب العربيات والسواقه فانا ما عنديش اي شك انك هتقع في حب العربيه دي زي ما انا وقعت في حبها كده. الشنجان اليوني في، موتور هايل 1500 سي سي تربو، بيطلع 185 حصان و300 تورك مع فتيس دول كلاتش 7 سرعات وده بيترجم لتسارع من 0 ل 100 في حوالي 7 ثواني ونص، ودي ارقام حقيقيه مش ارقام على ورق. ثبات هايل، ما عندهاش اي مشكله في النقطه دي لحد سرعات عاليه، فاجري بامان بس برضه خلي بالك، مع فرامل كويسه جدا عشان تستحمل السرعات دي، ما هو مش جري وخلاص. واسمعوا صوت العربيه كده، استكمالا للمفاجآت، عزل الهواء بتاع العربيه دي حلو جدا، يمكن بقى اللي مش قد كده العزل الارضي. بس اقول لكم حاجه بقى، انا الكلام ده كله ما فاجئنيش، كنت متوقعه شويه. عارفين اللي فاجئني بجد؟ ان العربيه عفشتها مش ناشفه، توقعت ان ظهرها هيتقطم بقى والعفشه تبقى ناشفه قوي، لكن لا، العربيه مريحه. يمكن كمان اللي مساعدها على ده هو التعليق الخلفي المالتي لينك. فاهم انه عشاق العربيات هيبقوا حابين العفشه تبقى انشف شويه، بس ما تنسوش العربيه دي في الاول وفي الاخر للاستخدام اليومي. والراحه مكمله معانا عشان الكراسي مريحه جدا وديزاين لذيذ ورياضي وحزام اورنج مزود الروشنه. ورغم القلق ده كله في النهايه استهلاك البنزين 7.5 لتر لكل 100 كيلو، رقم مقبول جدا. تعمقت انا قوي في تجربه السواقه ونسيت اقول لكم اوبشنز العربيه. ديجيتال ديسبلاي كبيره، شاشه فيها ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وايرلس شارجر، كاميرات 360، نقائها عاجبني جدا، انظمه الاكتيف سيفتي، انوار ال اي دي، وليد بار خلفي مع شنطه كهرباء. وقبل ما نقول عيوب سريعه كده، حابب اقول لكم ان العربيه دي وهي بلاكد اوت، سواء الجنوط او السقف او المرايات مع اللون الناردو جري اللي معايا ده، والسحبه الكوبيه مخلي شكلها عالمي، حلوه باوفر مجنناني. عيوب سريعه كده، الشنطه شكلها كبير لكن مساحتها الرسميه 380 لتر، وده اكيد مش احسن رقم في الفئه دي. الزراير اللي هنا دي بصراحه الكواليتي بتاعتها مش عجباني قوي. العربيه كان ممكن تيجي باوبشنز اكتر، زي مثلا شاشه اكبر، هيدز اب ديسبلاي، والاهم بالنسبه لي ان كان نفسي الكار بلاي والاندرويد اوتو يبقوا وايرلس، خصوصا العربيه ما فيهاش فتحات تايب سي، هو يو اس بي بس، يعني عاملين مكان لميموري مش عاملين تايب سي، ايه عشان جاي. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف، عربيه ثابته مريحه سريعه واستهلاك بنزين كويس، عايز ايه تاني من الدنيا؟ والعربيه دي سعرها الرسمي وقت تصوير الفيديو وكالعاده يعني بعد ما صورنا الفيديو العربيه رخصت 100,000 جنيه وبقت بمليون وربع، والعربيه دي بالسعر ده بجد صفقه يا جماعه.